كم مرة دخلت الأوضة ونسيت أنت دخلت ليه؟ وفتحت التلاجة وفضلت تسأل نفسك أنا ده فتحتها ليه؟ بالظبط كأن في حاجة مهمة جدا وأنت مش فاكرها، ده عشان نسيتها. النسيان دايما نعتبره مشكلة في حياتنا، لكن المفاجأة العلماء بيقولوا إن النسيان نعمة، مش دايما وحش. إيه؟ ازاي؟ لا بالعكس، ممكن يكون نعمه كبيره جدا وانت مش واخد بالك. وفي الفيديو دوت هقول لك على 7 ادله تثبت ان النسيان نعمه من عند ربنا عز وجل. فانت لو كنت بتنسى كتير ما تقلقش، الفيديو ده ليك. يلا يا صديقي شد الحزام، يلا انطلق. اول حاجه، دماغك بيتخلص من الذكريات السلبيه. هنا سوف اسكت قليلا. كافية والله يا جماعة، دي وحدها كافية جدا، أكبر نعمة ممكن تتخيلها والله. عقلك بيمسح الحاجات اللي هتعطلك بعدين والوقتي اللي هي حصلت زمان عشان تعرف تكمل حياتك. تخيل بقى لو دماغك بيحتفظ بكل الذكريات ومنها الوحشة زي الخناقات والفشل والإحباط، كان زمانك عايش في دوامة من الهم. ثاني أقوى شيء خلقه ربنا الهم. الأول هو ذكره طبعا، ده قول الصحابي علي بن ابي طالب. المهم النسيان هنا عامل زي زرار الديليت دي قول بس الحمد لله على نعم النسيان يا صديقي. تاني حاجة، بيفسح المجال عشان تتعلم. دماغك كده عامل زي مساحة التخزين الداخلية، ولو هتقولي كام جيجا معرفش، بدور على النت وشوف دماغك ده يجي كام جيجات. شوف انت دور على النت وانت تعرف اللي تبقى تصدق على. المهم دماغك ده عامل زي مساحة التخزين، له حدود. عشان كده لما ينسى تفاصيل صغيرة زي الأرقام القديمة أو أحداث ملهاش لازمة بيمسحها وبيستبدل مكانها بحاجات مفيدة. تالت حاجة، التركيز على الأولويات. النسيان بيخلينا نركز على المهم. ازاي؟ يعني لو كنت فاكر كده تفصيلة صغيرة حصلت في يومك عمرك ما هتعرف تحدد ايه المهم وايه التافه. غريبة النسيان طلع بينظم حياتنا. 4، تعزيز الابداع. كيف طيب؟ النسيان بيخليني ابدع. ما تقلقش اهدى بس افهمك حاجه. تخيل من سيدنا ادم عليه السلام حتى الان وما نسيناش حاجه خالص، كده هنعيش حياه القدماء، الحاجات البدائيه. ازاي؟ لو ابوك اي حد بيعمل حاجه معينه وانت اتعلمتها من غير اي اضافات جديده، لانك مش بتنسى، بتحفظها كده. شكرا انا ليه بدات بدماغي واقعد افكر بحاجات وكده. يعني ليه مثلا اقعد افكر باسلوب ولا حاجه جديده اعملها مع اني عندي ذاكره قويه ومش تنسى اي حاجه فتاخد الحاجه كوبي بيست. فاهمني؟ فمجال الابداع هيختفي نهائي. النسيان ساعات بيساعدك تبدع لما تنسى، بيساعدك لما تنسى الحلول التقليديه، الحاجات اللي الناس ماشيه عليها. يعني كده عقلك بيضطر انه يدور على طريقه جديده لو نسي الطريقه القديمه، والطريقه دي بتكون افضل واحسن وبتكون مبتكره، بتبقى حاجه جديده. يعني تحسين العلاقات. تخيل كده لو فضلت فاكر الغلطات اللي عملوها اصحابك معاك، صدقني مش هيكون في صحاب. صدقني النسيان بيخلينا نعدي الغلطات ونخلينا نعيش بسلام. التكيف مع التغيرات. الدنيا بتتغير كل يوم، لو فضلت متشبث بالعادات والتقاليد القديمه هتتاخر. النسيان هنا بيخليك تتخلص من اللي عاف عليه الزمن عشان تستوعب الجديد. 7، الصحة النفسية، ودي حاجة مهمة برضو. النسيان بيحميك من التوتر والضغط. لو دماغك مخزنة كل حاجة حصلت كان زمانك عايش في فيلم رعب. النسيان هنا آلية دفاعية طبيعية من عند الله عز وجل. قول الحمد لله يا صديقي. يعني المرة الجاية لما تنسى حاجة ما تقلقش، مش دايما النسيان وحش ومش دايما النسيان حلو. احيانا مجرد اشارة ان دماغك بيشتغل لمصلحتك. قولوا لنا في الكومنتات ايه اكتر موقف النسيان فيه كان لمصلحتك. احنا كده وصلنا الى نهاية الفيديو. يلا بقى انزل تحت ودوس على اللايك والاشتراك في القناة. يلا كان معكم هوبس كامنتونا، سلام.